يا جماعة أنا مش مسؤول على أي حد يتفرج على الفيديو ده أقل من 18 سنة، عشان الفيديوهات اللي هتتعرض في الآخر لبسنت محمد طبعا كلنا شفناها، مش فيديوهات عريانة يعني، بس ممنوع الأطفال تتفرج عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. طيب قبل ما نبدا الفيديو كده انا عايزك في السريع، يعني بص الموضوع مش هياخد معاك وقت، انزل دلوقتي تحت كده اعمل سبسكرايب في القناه، اعمل سبسكرايب في القناه بعد اذنك، يعني انزل تحت كده هتلاقي علامه حمراء مكتوب عليها لا اما سبسكرايب لا اما اشتراك، حسب بقى ما انت تليفونك عربي او انجليزي، هتدوس عليها هتقلب للعلامه الخضراء دي او الرمادي، سوري هتقلب للرمادي. بس الموضوع خلص يا اسطى، انت خدت وقت. طب يلا عشان نبدا الفيديو بقى انزل اعمل زي ما انا بقول لك كده. يلا يا عم، ما عملتش ليه؟ انزل يا اسطى دلوقتي دوس سبسكرايب في القناه او اشتراك، ما خسرتش حاجه اهو. انزل يا اسطى دلوقتي، يلا عشان بيجي لي اشعار على فكره، جالي اشعار. طب استنى كده اشوف بس انت عملت اشتراك ولا لا. ماشي يا عم عملت اشتراك، يلا نبدا الفيديو معانا، يلا بينا. فانت تعيط وتقول واق بغز الشر ده بغز حراق. طيب فيديو النهارده عن بسنت محمد محبوبة الملايين، طبعا كلنا عارفين مين هي بسنت محمد. هنشوف ليها بقى شوية فيديوهات حلوين كده، بس احنا مش هنعمل عليها رياكت ولا هنطلع نجيب فيديوهاتها القلعة فيها، لان احنا كده هنجيبها، بس عايزين نشوف ليها الفيديوهات القديمة، هل فعلا هي كانت بتقلع كده في الفيديوهات القديمة ولا الشهرة غيرتها؟ يلا بينا نشوف الكلام ده مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديوهات بتاعتها، عشان انا نسيت اقول لك على حاجة، ما تنساش تعمل لايك يا زميلي وكومنت برايك عشان اطلعه معايا الفيديو الجاي. لو نقدر نوصل الفيديو دوت ل 2000 لايك يبقى انت حبيبي وابن قلبي وابن جهتي. يلا بينا نشوف الفيديوهات مع بعض عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. بصوا يا جماعه، هي طبعا ده فيديوهاتها القديمه تمام، يعني حاسس ان هي عادي يعني. في ناس كانت بتقول محجبه بتطلع بشعرها وبتضرب اكسجين في شعرها، يعني الموضوع عادي. اوعى شوح، دي كانت بلطجيه بس كانت بتلبس بكم اهو يعني، وكله في الزنكلوني يعني، مش كله عريان، بس هي عندها كهربا زياده هنا، مش عارف في ايه، عندها كهربا زياده، لا غلط الموضوع. بصوا هي بتطلع ضربه اكسجين في شعرها بس بتلبس بكم والدنيا تمام، يعني مش زي دلوقتي. طبعا كلنا شفنا فيديوهاتها دلوقتي وهنشوفه تاني مع بعض دلوقتي، بس انا عايزين نعرف بس هل هي كده فعلا من زمان ولا الفلوس غيرتها. فهنا كان عندها كهربا زياده، انا مش عارف هي كانت بتعمل كده ليه. ده انا مش عارف، كانت بتصور بعشا 200 شكلها، بس ضربه اكسجين في شعرها برضه هنا، يعني مش عارف هي مش محجبه زي ما الناس بتقول، هي طلعت مش محجبه. ايه ده بقى؟ هنا بدايه الشهره بقى، بدايه بقى ايه، قامت فاتحه السوسته. سوري يا مان، تعالى هنا شويه. فتحت السوسته بقى، قالت لك يلا بقى عشان ايه نتشهر بقى، عايزين نجيب فلوس بدري كده، فاهمين انتوا الموضوع ده؟ فتحت السوسته اهي، سوسته الكم، رجعت لاصلها تاني، ضربه اكسجين في شعرها. انا مش عارف، انا نفسي اعرف مين اللي عامل لها استشوار ده. فرع الديك ده ايه؟ فرع الديك الغريب ده؟ اوعى الترسيشن، ايه ده؟ انا بقول ايه؟ الترسيشن ايه؟ ماشي، هنا لبست بنص كم والموضوع بقى حلو، ماشي. بدأت ايه تخش في الموضوع، اوعى النص كم زاد، النص كم زاد. في ايه؟ والله من الكهرباء، التقطيع ده من الفيديو نفسه عامة، مش من عندي، في حاجة غلط في الفيديو. مالك يا بسنت في ايه؟ اوعى ما تلبس مقطع، هي كده بدأت تخش بقى في موضوع النص كم جاب شوية، قامت لابسة مقطع، بنطلون مقطع من عند الركبة عشان تظبط بقى الفيديوز بقى، الفيوز لازم يزيد، لازم تزود الفيوز بقى. تعالى بقى نشوف اخر فيديو لها عشان نشوف فيديوهاتها دلوقتي، عشان هي قلبت التيك توك لقناة التت حرفيا. لا ده الظاهر ده فيديو قبل ما تلبس بنص كم. طب كفايه عليكي كده بسنت الفيديوهات القديمه، وتعالى نشوف فيديوهات بسنت الجديده. بسنت بقى بعد ما اتشهرت بقت عامله ازاي، بعد ما بقت ده فولورز بقى كتير بقى وبتعمل دعايه وبتاع. المهم كده تعالى نبص على الفيديو ده. لا عادي، دي بس انت بتتخانق في الشارع عادي، محدش يركز في الموضوع ده يا جدعان، عادي يعني تشتم الواد زيها، ما هو عادي، اي بنت بتتعرض للموضوع ده لازم تشتم وتقف تهلل وتسب، ما عندهم حق يعكسوك يا بسنت بعد اللي انت بتعمليه ده بصراحه. يعني مثلا يعني ايه ده؟
ايه ده بقى؟ بسنت ده انا عايز بس افهمك نقطة، ده ابلكيشن تواصل اجتماعي او ابلكيشن صناع محتوى، مش ابلكيشن التت حرفيا حضرتك يعني. ده مش قناة التت حضرتك يعني، ممكن تروحي تقدمي المواهب دي في قناة التت، مش ابلكيشن تيك توك يعني. انا مش فاهم حاجة برضو، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ لا والموضوع زاد يعني، الموضوع زاد. بصوا بقى يعني اللي جاي يعني، هي لقيت ان الهزة دي بتجيب، قالت لك لا مش مرة بقى، نعملها تاني بقى. اوعى شفت نزلت نفس الحركة برضو، الحركة ما لازم تتعمل. بص لا لازم كده كده على طول، لازم تديك حبة حبيني كده عشان تحبها. هو بتقول لك حبيني وانا احب، طب ماشي. بصوا بقى عشان اللي جاي اوسخ بقى بجد. وفي حاجه نسيت اقولها في اول الفيديو، انا اسف، وهنحط الحته دي في اول الفيديو قبل ما يبدا الفيديو. يا جماعه انا مش مسؤول على اي حد يتفرج على الفيديو ده اقل من 18 سنه، عشان الفيديوهات اللي هتتعرض في الاخر لبسنت محمد طبعا كلنا شفناها، مش فيديوهات عريانه يعني، بس ممنوع الاطفال تتفرج عليها. فتعالوا بقى نبص على الفيديو اللي جاي ده، عشان الفيديوهات اللي جايه دي بعد ما اتشهرت بالهزه قامت مشهوره بحاجه تانية بقى، حاجه تانية وهنشوفها مع بعض دلوقتي. ايه هي بقى؟ تعالوا نبص كده بصه. برضه حتى في الفيديوهات دي عملت نفس الحركة برضه يعني، نفس الحركة. بس الموضوع بقى مش هنا في الحركة، الموضوع هنا ان هي جابت رينج جديد، رينج لايت او رينجين بقى. المهم ان هي زودت اضاءة في الأوضة عندها عشان تعمل فيديوهات بكواليتي عالي. طب انت مزودة اضاءة، لابسة ليه لبس خفيف شفاف يبان الحاجات اللي انت لابساها تحت؟ ده لون اسود يا بسنت، احنا شفناه كلنا لون اسود. وفي فيديو تاني كان لون احمر برضه، بس مش عارف هنا ولا لا. انا اسف طبعا ان انا بقول الكلام ده، بس انا مش عارف ليه عملت كده. فهي المشكله ان الموضوع يعني جاب مع الناس، والناس قعدت تكتب في كومنتات، فهي حبت الموضوع، قامت عامله فيديو تاني وتالت ورابع وخامس. يعني الناس بتكتب لها في الكومنتات بانتقاد، لا هي حبت الموضوع، عملت 3 4 5 6 فيديوهات بعديه. كلنا شفناهم طبعا الفيديوهين دولت، نفس التيشيرت ونفس الموضوع برضه، فاهمين؟ بس ممكن يكون الفيديو التاني ده يعني مش موضح قوي زي الفيديو اللي قبليه. بس كان في فيديو تاني هنا يعني نحاول نشوفه مثلا. بص هنا هنا زودت الحركه قوي. حرام عليكي يا بنتي، حرام عليكي. في مش هقول لك في شباب نفسها تتجوز ومش عارفه تتفرج عليكي، في اطفال بيتفرجوا عليكي. فين الرقابه؟ فين الرقابه؟ ده احنا اليوتيوب عشان لو قلنا كلمه غلط بيمسح الفيديو وبينزل علامات صفراء وكوبر سترايك وحاجات غريبه كده. ففين الرقابه على هذا الفيديوهات؟ سكه بقى، عشان احنا بنطلع نعمل فيديوهات في سبيل الهزار والضحك. وانا من اول الفيديو قلت لكم انا مش طالع انت كده، انا طالع بس اشوف ليها فيديوهات قديمه وفيديوهات جديده، هشوفها هل هي فعلا بتقلع من اول ما بدات ولا الموضوع زاد معاها بعد ما اتشهرت. لا هي فعلا في اول ما بدات كانت عاديه خالص، كانت زيها زي اي بنت بس مش محجبه وبتضرب سعرها اكسجين. دلوقتي بقت بتطلع لنا بتعرض لنا يعني، لا هي دلوقتي قلبت التيك توك لقناه التيك بس. يعني ده كل اللي انا عايز اقوله. تمام. طب كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، يا رب يكون عجبكم. ومتنساش يا زميلي عشان تبقى سالك انت طبعا لو وصلت لاخر الفيديو النهارده انزل دلوقتي اعمل لايك، وصل الفيديو ده 2000 لايك عشان نعمل فيديوهات تانية كتيره جامده، ونشوف برده مين هل فعلا بدا كده ولا ما بداش كده. يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير، مش طول عليكم. متنساش طبعا يا زميلي انزل اعمل سبسكرايب لو انت لسه ما عملتش، ولايك للفيديو وكومنت برايك. اشوفك الفيديو الجاي، سلام. برضو مش هتوقفوني، بسكم تسيبوني فين دماغكم شيلوني. اسأل صاحبك يسأله، تيجي قدامي تفشلوا. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد، حب الناس بيزيد، شكلك ما جيتش.